السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما في افضل حال. النهارده ان شاء الله هقدم معاكم وصفه جلاش حلو بس لذيذه جدا. عايزه اقول لكم ان انا بسميها بقلاوه بغاشه من جمالها وحلاوتها بصراحه. يعني حاجه كده قرمشتها مش تقعد يوم، دي تقعد ايام بالقرمشه بتاعتها بالحشوه الاقتصاديه الجميله جدا. هتعجبكم خالص ان شاء الله. لايك وشير وسبسكرايب حبايبي. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبسم الله. ومعايا في البدايه لفه الجلاش اللي هنستخدمها. طبعا هنا تاريخ الصلاحيه بوريه لكم. لفه الجلاش دي انا بشتريها من الفرن او المخبز بتاع الجلاش والرقاق الطري والكنافه. يعني بيكون الحاجه عنده فريش وطازه حلوه جدا. طبعا لو مش متوفر نقدر نشتري الاكياس اللي بتكون متوفره في السوبر ماركت، مفيش مشكله خالص، لكن ضروري ناخد بالنا من الصلاحيه بتاعتها. وزن اللفه دي بيكون نص كيلو، يعني انا معايا كده لفه نص كيلو من الجلاش. بعد ما فتحنا اللفه بتاعتنا بالشكل ده، طبعا الجلاش بسرعه جدا ما بينشف معانا، فلازم ان احنا نغطيه بفوطه وما نسيبهوش مكشوف ابدا. تمام، لان طبعا احنا بنستخدم واحده بواحده، يعني ورقه جلاش بورقه جلاش، الباقي معانا ممكن ينشف مننا لو احنا سيبناه متعرض للهواء وللجو الطبيعي بتاعنا. تمام كده خلاص، غطينا الجلاش وركناه جانبا. وللسيرب او الشربات بتاعنا وفي الحله، وهبدا ان انا انزل بكوبايتين من السكر الحبيبات الابيض، طبعا علشان يدينا لون السيرب او الشربات فاتح. وعليهم بكوبايه ونص من الميه. على الكوبايتين من السكر كوبايه ونص من الميه. وناخد بالنا كويس جدا ان احنا ما نجيبش اي سكر على احرف الحله تماما، علشان ما يعملش معايا حبيبات سكر، وبالتالي الشربات هيسكر فمش هيبقى افضل نتيجه تماما. ونص ليمونه، ونقدر نضيف كمان معلقه من العسل الجلوكوز، ممتازه جدا مع الشربات. ومعايا هنا شويه من المكسرات، يعني حاجه بسيطه خالص من السوداني، الفول السوداني والبندق. عايزه اقول لكم ان الفول السوداني لما تحبوا ان انتوا تشتروه ما تشتروهوش من اي مكان، اشتريه من المقله بتاعه المحمصات بتاعه اللب والسوداني. اشتري منها السوداني، بيبقى ممتاز جدا جدا وبيبقى طازه وفريش خالص. بعد ما فرمناهم كويس جدا في الكبه معانا بالشكل ده، تمام خالص. الإضافة بقى الاقتصادية للحشوة بتاعتنا اللذيذة خالص هي الكنافة. بنحمص الكنافة، بنحمرها على البوتاجاز بالشكل ده، طبعا مع معلقتين من السمنة. الكنافة بنكون مطلعينها من الفريزر، بنفركها خالص زي ما متعودين مع بعض، ونضيف لها معلقتين السمنة، وعلى البوتاجاز أو في الفرن بتبقى باللون الهايل جدا اللي معانا ده. طبعا عملنا الحشوة دي مع بعض قبل كده، ولكن حبيت ان انا اكررها معاكم لانها بجد موفرة اقتصادية جميلة، وكمان بتدي اضافة خطيرة. معايا كده في البولة، واخدت الكمية الكافية بتاعتي من الكنافة المتحمرة زي ما شايفين. هبدأ ان انا انزل عليها بالمكسرات، وطبعا المكسرات دي اختياري، يعني المتوفر عندك استخدميه. انا كان عندي الفول السوداني، جبته من الملا زي ما قلت لكم، وكمان شويه من البندق كانوا موجودين فانا ضفتهم. والاضافه المهمه جدا جدا مع الحشوه بتاعتنا، وطبعا كل حبايبي اللي متابعيني قبل كده هم اللي هيعرفوا ان انا بضيف كده مع الحشوه معلقتين كبار 3 كده من السمنه، ولو السمنه متماسكه شويه تبقى كويسه جدا. وكمان معلقتين 3 من الشربات او السيرب التقيل اللي احنا جهزناه مع بعض. طبعا ده بيخلي معايا الحشوه تتماسك جدا ورائعه من الاخر. وبعد ما جهزنا الحشوه مع بعض وبقت تمام خلاص، نركنها جانبا ويلا بينا نجهز الدهن بتاع الجلاش. ومعايا هنا السمنه طبعا واللبن الحليب، ما تستغربوش الاضافه دي حلوه جدا وهكلمكم عنها واحنا شغالين مع بعض. معايا هنا ورقه الجلاش، وببدا ان انا ادهنها في البدايه الاول بالسمنه. طبعا هنا السمنه اللي بنستخدمها تقدري تستخدمي اي حاجه انت حباها، السمنه البلدي او السمنه الخليط اللي هي النباتين، مفيش مشكله خالص اللي انت حباه. انا مستخدمه هنا ميكس ما بين السمنه البلدي والسمنه النباتين. وزي ما شايفين مع بعض ببدا ان انا ادهن ورقه الجلاش كلها بالسمنه في البدايه، وبعد كده باللبن الحليب. طبعا اللبن هنا لبن بارد عادي خالص علشان ما يهريش معايا او ما يقطعش ورقه الجلاش. اللبن هنا بقى عايزه اقول لكم انه بيخلي فيه طراوه، مش طراوه يعني بيخلي القرمشه بتاعه الجلاش رهيبه، يعني مش اللي هي تكون حاجه ناشفه وجامده قوي معانا، لا دي بتديها كده طعم لذيذ، وطبعا بتخفف من حديه السمونيه اللي موجوده، فبالتالي رائعه بصراحه. جربوا انكم تضيفوا اللبن والسمنه مع بعض في التوريق بتاع الجلاش، وصدقوني هيعجبكم جدا جدا، والنتيجه هتبهركم من طعمه. هنا انا ضفت الورقه التانية معايا بالشكل ده، وبنفس الطريقه ببدا ان انا ادهنها كويس جدا. الدهن ده بيخليها معانا مورقه، وقطعه الجلاش بتكون بقلاوه فعلا.
وابدا ان انا اضيف الحشوه زي ما شايفين مع بعض كده، يعني مش بزود بكتير ولا قليل خالص، الوسط حلو جدا ممتاز معانا. طبعا مش بضيف على الاحرف علشان ما ينزلش من ورقه الجلاش اي حشو خالص، وببرم وبلفها زي ما احنا ما شايفين كده، وهما ورقتين 2 وبس، مش بزود اكتر من كده. ومعايا الصاج هنا او الصينيه مدهونه بالماده الدهنيه السمنه، وبرص كل الجلاش اللي بنعمله مع بعض بنفس الطريقه. هعمل وحدايه كمان معاكم. عايزه اقول لكم بقى نقدر ان احنا مثلا الوصفه دي حلوه جدا جدا ان احنا نحتفظ بيها في وصفات رمضان. كل عام وانتم بالف خير، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. يعني الوصفه دي حلوه جدا ان احنا نستعد بيها لرمضان. وقت العزومات اعمليها قبل الوصفات، وابداي اعملي الوصفات بتاعتك هتبقى ممتازه جدا معاكي. كمان عايزه اتكلم عن الشربات او السيرب. الناس كتير بتشتكي انه بيسكر معاهم. لا انا مش بحب اقلب الشربات خالص. قبل ما اعرضه للنار لازم يتعرض للنار بدون اي تقليب تماما، وبعد كده تقدري بعد الغليان تقدري ان انت تقلبي فيه براحتك خالص. تمام. كمان العسل الجلوكوز حلو وممتاز جدا، وبيمنع ان السكر يعمل ان الشربات يسكر معانا، فهو ممتاز جدا جدا، بس مش متوفر عندي علشان كده انا مش ضفته في الوصفه بتاعتي النهارده. كمان لو نجهز كميه من الشربات تكون محترمه جدا ونحتفظ بيها في برطمان محكم الغلق ونحتفظ بيه في التلاجة، وقت ما نحتاجه هيكون موجود عندنا ومتوفر، فبجد ده هيبقى منقذ جدا بالنسبه لنا وهينفعنا خالص. كده خلصنا الكميه بتاعتنا وبقت تمام. ومعايا هنا هبدا ان انا اقطع التقطيع اللي انا عايزاه، يعني على حسب ما انت حابه قطعي التقطيعه بتاعتك. تمام. وقطعنا الصاج بتاعنا كله. شايفين الصاج اللهم بارك شكله قمر جدا. عايزه اقول لكم ان الحشوه اللي احنا جهزناها دي اخدت معايا نص كيلو بالظبط، لكن الصاج كله اخد معايا نص كيلو، وكمان اخد ربع لفه كمان. تمام. يعني اخد حوالي كيلو الا ربع من الجلاش. معايا هنا بالسمنه، وابدا بالفرشه ان انا ادهن كل السمنه كل الجلاش، ويفضل ان احنا نستخدم سمنه تكون سايحه علشان تتفرد معانا بسهوله، وكمان تتوزع بسهوله وما ناخدش كميه كبيره ونستخدم كميه سمنه كبيره جدا. بندخلها الفرن على درجه حراره 170 180، مش عايزين نعلي عليها النار خالص علشان خاطر تستوي كويس من جوه ومن بره. شايفين بقى اللهم بارك زي ما شايفين مع بعض كده، بياخد حوالي نص ساعه. بمجرد ان هو ياخد اللون معايا الذهبي الجميل من تحت، ابدا ان انا اشغله الشوايه ياخد اللون الجميل زي ما شايفين مع بعض ونخرجه على طول. الشربات او السيرب او الشيره بيكون ساقع بارد، والجلاش بيكون سخن علشان ياخد معانا القرمشه الممتازه جدا والطعم المميز. شايفين بقى اللهم بارك، يعني عايزه اقول لكم تحفه. لو احنا علينا عليه النار بزيادة هياخد لون بسرعة من بره، ومن جوه مش هيكون كويس ولا استوى معانا تمام، فنسيبه على النار اللي احنا قلنا عليها على 180 هيبقى كويس جدا معانا. تمام. قطعناه ورصيناه في طبق التقديم بتاعنا، وبقى بالشكل ده معانا كده. اللهم بارك. الف عين وصحة يا رب على كل اللي اكل منه، وتسلم ايديكم مقدما يا حبايبي، وربنا يحسن بين ايديكم ودينا جميعا يا رب، اللهم امين. دعوة حلوة من قلبكم ولكم بالمثل ان شاء الله. وشوية من الفول السوداني او الفستق الكداب، وبدأت ان انا اوزعه على البقلاوة او الجلاش بتاعنا زي ما احنا ما شايفين كده، يعني حاجة بتطعم الطبق بتاعنا. بجد جربوه، يعني بجد من اطعم والذ الحاجة اللي ممكن تعملوها. قرمشته بتقعد لايام، اللهم بارك. طبعا قرمشة الجلاش مع الكنافة حاجة كده رهيبة. والله قعد لكذا يوم ابدا ما سكر ولا عمل اي حاجه. اتبعوا نفس الخطوات ان شاء الله يعجبكم جدا. اشكركم جدا حبايبي، اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش باللايك واشتراك في القناه. بحبكم في الله، والسلام عليكم.